ده جلاش ولا بيتزا؟ هتعملي احلى جلاش مورق، طعمه خطير، سهل وبسيط، مش هياخد منك وقت، ومكون واحد هيخليه ينفش معاكي كده ويخليهولك كأنه بيتزا انتي عجناها في البيت. يلا كده نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه بحضر الماده الدهنيه، بجيب نص كوبايه من السمنه وبكمل عليها بربع كوبايه من الزيت عشان يديني قرمشه حلوه قوي، وبضيف عليها ربع معلقه من البيكنج باودر عشان ينفش لي او يعمل لي طبقات كده من الجلاش. بتجيبي الصينيه بتاعتك وبتحطي يعني كميه محترمه جدا من السمنه وتوزعيها كويس قوي في الصينيه كده عشان تبقى في طبقه من تحت عشان تطلع معاكي الفطيره بكل سهوله. وبجيب الجلاش بتاعي وبجيب كل ورقتين وببتدي اقسمهم بالنص كده علشان ابتدي ان انا احط في الصينيه، احط الورقه بحط نصها جوه ونصها بره الصينيه عشان نقفل بيها الجلاش كويس قوي وتطلع على شكل فطيره زي ما شفتوه معايا في اول الفيديو. ما بين كل طبقه والتانيه بدهنها كويس قوي من السمنه والحروف كده من جوه والزوايد اللي من جوه كده اللي ما بين الصينيه والجلاش، ببتدي ان انا اريح الجلاش فيها وبدخل فيها الماده الدهنيه. انا جبت نص كيلو من الجلاش، اخدت يعني 3 ارباع او 350 جرام من الكميه اللي موجوده في نص كيلو الجلاش. وبعد ما بحط كل الكميه وبسيب ورقه واحده بس، ببتدي ان انا احط الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتي بقى عصاجي لحمه، انا كنت معصجه لحمه معاكم الاقتصاديه اللي انا عملتها معاكم قبل كده، ممكن ترجعوا للفيديو تاني، او تعصجي اي نوع لحمه او فراخ زي ما انت حابه. حطي الحشوه المناسبه ليكي. بعد كده بقى قفلي الفطيره كويس او الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان انا باخد الجزء اللي خليته من بره من كل جهه من الجلاش، ببتدي ان انا اقفلها وبدهن ما بين كل طبقه والتانيه برضو الماده الدهنيه حلوه قوي بالشكل ده عشان تبقى مورقه معايا. البيكنج باودر بيدي توريقه حلوه وبيخلي الجلاش عندي ينفش في الفرن بطريقه حلوه قوي، بيخلي شكل حلو قوي النص معلقه من البيكنج باودر اللي انت بتحطيها. بقفلها كويس قوي زي ما انتم شايفين. الورقه اللي انا قلت لكم اللي انا سبتها ببتدي ان انا اقفل الفطيره بتاعتي بالشكل اللي انتم شايفينه ده كويس، او بدخل الزوايد كده جوه وبقت معايا على شكل فطيره زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بقفلها كويس او اتاكد ان كل الزوايد دخلت لتحت كده، ببتدي بقى ان انا اقطعها بالسكينه، بس تحاولي ان انت ما تجيبيش السكينه للاخر بحيث ان هي تطلع معاكي بكل سهوله وتبقى متماسكه بينها وبين بعضها. وبتعيدي عليها تقطيع بعد التسويه زي ما انتم شايفين ما هتشوفوا معايا كده. بقطعها على شكل مثلثات وبعد كده بحضر خليط التسقيه. خليط التسقيه سهل جدا، بجيب بوله وبحط فيها كوبايه الا ربع من الحليب، بضايه بدرجه حراره المطبخ، عندي فلفل اسود وملح، وعندي كمان نص معلقه من البابريكا، وبقلب المكونات دي كويس قوي زي ما انتم شايفين. وبعد كده بسقي بيها الفطيره بتاعتي او الجلاش بتاعي كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. بحاول ان انا اخلي كل خليط التسقيه دخل معايا في كل الجلاش، بسيبها ان هي تتسقى او كل الجلاش يشرب خليط التسقيه دي، وبعد كده بديها رشه من جبنه الموتزاريلا. لو ما عندكيش مفيش اي مشكله، دي خطوه اختياريه. وبعد كده بعد ما بتشرب خليط التسقيه بدخلها عندي الفرن، ما بتقعدش ربع ساعه او تلت ساعه، واول ما بتطلع بسيبها تهدى شويه وابتدي ان انا اقدمها وبعيد عليها التقطيع تاني وبالف هنا. بس عايزه اوريكم التوريق اللي موجود جوه والحشوه ما طلعتش وكانت خطيره، وتحسي ان هي بيتزا مش جلاش. هتشرفك قدام ضيوفك، جربيها بجد والله العظيم تحفه وخطيره، تنفع جنب المحاشي، جنب بط، جنب فراخ، جنب كفته، جنب اي حاجه. جربوها وكل سنه وانتم طيبين.